السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يعقل ان احنا يبقى في 2023 الناس كلها والعالم كله بيتعامل رقمي ومميكن يا فندم، واحنا هنا الرئيس قال ان احنا كل الحاجات بقى هتبقى رقمية بعد كده والديجيتال والكلام ده. ما يبقاش عندنا خط ساخن ولا خط طوارئ لمحافظة اسكندرية؟ تدور على خط للطوارئ تتصل بيه وما تلاقيش، تتصل بخدمات الكهرباء 121 يقول لك مرفوع من الخدمه عشان ما يردوش على الناس. ازاي؟ يعني ازاي محافظه زي محافظه اسكندريه ما عندهاش خط لاستقبال الطوارئ؟ اما سعادتك لما اجي اكلم شعب مصر خاطب مين يا فندم؟ حاطين رقم 114 تتصل بيه يقول لك هذا الرقم غير موجود بالخدمه. ليه ما دفعوش الاشتراك؟ تتصل ب 121 خدمه الكهرباء اللي بقت بتدفع 6 7 مرات يقول لك هذا الرقم مرفوع مؤقتا من الخدمه. ايه حضرتك ده العبث اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ازاي يعني؟ ازاي محافظه اسكندريه كلها ما فيهاش خط للطوارئ الواحد يتواصل معاه ويبقى قاعد على الخط ده ناس بتعقل الكلام، مش ناس يقول لك ده اللي عندنا. يا ريت تراجعوا موقفكم شويه. محافظه اسكندريه محافظه كبيره ولازم يبقى فيها خدمات كتير. الناس ناقصها خدمات ياما. يتوب علينا ربنا.